مرة كنتوا عم تصوروا برا والأجواء كلها تمام ومتأكدين إنه الفوكس بكل لقطاتكم مزبوط صح، وبس رجعتوا على البيت وشفتوا الشوتس يلي أخذتوهم ضربتوا إيدكم على راسكم ولقيتوا الفوكس عامل شيفت على المكان يلي كان أنتم بدكم إياه بالضبط واللي شفتوه بالست على شاشة الكاميرا. عادي، أنا واحد منكم صارت معي هالقصة من قبل ما أستخدم المونيتورز، واللي صرت أعتبر وجودهم مش انتايتي شيء أساسي. لهيك اليوم رح شارك معكم 5 أسباب أساسية من وجهة نظري رح تخليكم تستخدموا المونيتورز لحتى تنقلوا شغلكم لمستوى احترافي ثاني. يسعد أوقاتكم، معكم فادي من استوديو فيجن ورجعت لكم اليوم فيديو جديد. إذا كانت هي أول مرة إلك عندي بالقناة مهتم بأمور التصوير والمونتاج وصناعة الأفلام والمحتوى، بشرفني تعمل اشتراك بالقناة، فعل زر الجرس ليوصلك كل جديد منا أول بأول، وأكيد نشر الفيديو ليوصل لأكبر عدد ممكن. وخلونا نفوت بموضوع حلقتنا على طول، وبنبدأ مع أول سبب معنا واللي رح يخليك دائما تحمل المونيتور معك، واللي هو الحجم. وجود شاشة أكبر معك مثل قياس ال5 إنش أو ال5.5 إنش أو حتى ال7 إنش رح يسهل عليك الشغل كتير وقت تكون عم تصور محتوى شو ما كان نوعه، ويخليك قادر تشوف الواقع اللي حواليك بطريقة غير لما تشوفها من شاشة الكاميرا. كلنا بنعرف إنه شاشات الكاميرا صغيرة والصورة اللي بتقدم لنا إياها قد ما كان ما بتوصل لدرجة تعطينا كل التفاصيل اللي لازم نعرفها، وخاصة إذا كنا عم نصور برا البيت أو برا الاستديو بضوء النهار رح نواجه صعوبة كتير كبيرة إنه نشوف شو موجود على شاشة الكاميرا. بس مع استخدام شاشة أكبر مثل الشاشة اللي عم نستخدمها هلا من فيلوورد واللي هي الF5 برو إكس واللي بتوصل ل 1600 نيتس، رح تكون قادر تشوف صورة واضحة بتوصل ل 4K، وهذا شيء كتير حلو لأنك رح تفهم أحسن كيف رح تطلع لقطاتك بعدين بشكل نهائي. ومو بس حجم الشاشة اللي بيلعب عنا دور مهم هون، كمان دقة الشاشة نفسها بإعادة توليد الألوان اللي عم توصلها من الكاميرا، وهي الدقة بتمثيل الألوان رح تعطيك معاينة أوضح للصورة النهائية كيف رح تكون خلال المونتاج. وصدقني وقت تكون عم تفكر بالمونتاج وأنت عم تصور وكيف رح تاخذ لقطاتك رح توفر على حالك تعب وجهد لبعدين. أما بالنسبة للسبب الثاني رح يخليكم تستخدموا المونيتورز بشغلكم، واللي هو مجموعة الأدوات الكبيرة اللي رح تساعدكم بضبط الإكسبوجر صح. مثل ما حكينا من شوي شاشة الكاميرا صغيرة والأدوات الموجودة جوات الكاميرا ما رح تسمح لنا نضبط الإكسبوجر بالشكل الصحيح، وهون بتيجي شغلة المونيتورز بأنه يوفروا لنا هالأدوات مثل السكوبس والويف فورمز اللي رح يعطونا توصيف مباشر للقطتنا إذا عرفنا نقراهم بشكل صحيح، واللي رح يدلونا بدورهم إذا كانت اللقطة تبعتنا أوفر إكسبوزد أو أندر إكسبوزد، بالإضافة إنه رح يساعدونا بضبط السكين تون والوايت بالانس بشغلنا، وهذا رح يوفر علينا وقت وتعب كتير لبعدين. ومو بس هالأدوات موجودة بالمونيتورز، كمان عندنا الزيبراز اللي رح ترجينا توصيف مباشر لمناطق الهايلايتس اللي انحرقت عنا لحتى نصلحها ونضبطها صح لنرجع فيها معلومات لبعدين. وفي عندنا ميزه كتير مهمه واحترافيه واللي بعتمدها كتير بالشغل واللي هي الفولس كلرز، واللي بستخدمها دائما لحتى اتاكد انه الاكسبوجر عندي مضبوط صح. كل هالادوات بتكون عم تشتغل مباشره على الصوره الموجوده عندنا على الكاميرا، واي تغيير بصير بالصوره فالادوات رح ترجيكم اياه مباشره، وهذا الشيء لحاله بيخلي حياتكم اسهل. طيب نيجي للسبب الثالث اللي معنا واللي هو ضبط الفوكس، واللي يعتبر شيء اساسي ومهم عنا ومثله مثل ضبط الاكسبوجر اللي حكينا عليه من شوي. ولأن أغلب الكاميرات اللي عندنا ما فيها إنديكيتر بيدلنا مباشرة على مكان الفوكس الموجود عندنا إذا كان مكانه صح ولا لا، تيجي المونيتورز هون بميزة الفوكس بيكينج لتساعدنا وتحل لنا هالمشكلة، بأنه تخبرنا عن طريق وضع خطوط حمراء أو أي لون ثاني مثل الأخضر والأزرق حوالين خطوط الجسم اللي بدنا الفوكس يكون عليه، وهيك بتتأكدوا إنه التركيز أو الفوكس عندكم صح، بالإضافة لميزة التكبير الديجيتال واللي بتوصل معنا بهذا المونيتور الF5 برو إكس لأكثر من 4 أضعاف، وهذا الشيء كفيل بأنه يخلينا نشوف كل بكسل شو وضعه وهل هو بمنطقة التركيز أو لا. ميزات حلوة ولا شو رأيكم؟ ما فينا نمرق على ذكر المونيتورز بدون ما نذكر السبب المهم لاستخدامهم واللي هو اللاتس، او بمعنى ثاني ملفات تعريف الالوان. طبعا مو كل الشاشات الخارجيه بتدعم هالفانكشن، بس اغلبهم صار يضمن هالميزه بشاشاتهم. طيب ليه هالخيار كتير مهم؟ خليني اشرح لك ببساطه. تخيل حالك انت مثلي عم تصور كل فيديوهاتك باللوج بروفايل، يعني الوان باهته رماديه بدون كونتراست، وعم ترجع هاي الشاتس اللي صورتها للعميل اللي عم تشتغل له. متخيل شو ردة فعله؟ طيب كم مرة صورت ورحت للمونتاج وانت عم تلون لقيت الالوان ما عم تزبط معه وقضيت وقتك كله ماسكات وتراكينج، بينما استخدام الميزة رح يخليكم قادرين تطبقوا الوانكم مباشرة على الفيديو اللي عم تصوروه لحتى تشوفوا كيف رح يطلع معكم من مرحلة التلوين، وهذا الشيء رح يسهل عليكم كثير شغلكم. طبعا اللون ما رح يتسجل على ملف الفيديو، انما هو بس طريقة لتشوفوا الفيديو كيف رح يطلع بشكله النهائي، والفيديو رح ينحفظ عنا بس بصيغته الأصلية. فيكم تستخدموا ملفات الريك 7 أو 9 حسب الكاميرا اللي عم تشتغلوا عليها لترجعوا الالوان لشكلها الطبيعي بس، وفيكم تطبقوا ملفات الجريد كلرز لحتى تعطوا مباشرة مود للقطة اللي عم تصوروها، وتعرفوا كيف تضبطوا الاكسبوجر تبعكم لحتى تطلعوا بافضل نتيجة لونية بعدين، وهيك رح ينبسط الكلاينت منكم كثير ورح يدعي لكم صبح ومساء ان شاء الله. وخامس ميزة بستخدمها بالمونيتورز واللي هي الاسبكت ريشيو، او الدليل اللي بيخليني اعرف شو موجود ضمن الكادر اللي عم صور فيه، لان ما في اسوء من انك تصور بس تروح للبيت تعمل مونتاج تلاقي حالك مجبور تقص من هون ومن هون لحتى تعمل فت للقطه تبعك حسب القياسات المشهوره عم تشتغلوا فيه. طبعا هذا الشيء ممكن يكون على حساب عناصر ثانيه بالمشهد ووجودهم شيء ضروري عنا، لهيك استخدام الماركرز هو شيء اساسي عندي لما اكون اون سيت لحتى اعرف اضبط توزيع العناصر الموجوده عندي بالكادر صح حسب المشروع او البروجكت اللي عم اشتغل عليه، سواء كان الشكل الاساسي اللي عم اشتغل عليه هو 16:9 او 4:3 او حتى الشيء الخاص بالسوشيال ميديا واللي هو 9:16 وغيرهم من السينما سكوبس واللي بيجوا اضيق، واللي لازم اعرف كيف اضبط الكادر تبعي صح لحتى اضمن بالنهايه صوره حلوه
حلوه عندي على الشاشه، وهذا الشيء رح يريحني من كثير مشاكل وقت المونتاج. وهلا عرفتوا لاستخدام المونيتورز هو شيء اساسي بعالم التصوير، لهيك بنصحكم اذا ما عندكم اي مونيتور لهلا انكم تستثمروا بواحد، لان مثل ما قلت بالاول رح يفتح عليكم عالم الواقع بشكل ثاني كليا، ويخليكم تظهروا قدام عملائكم بشكل احترافي. واذا حابين تعرفوا اكثر شو هي الشاشه اللي عم نستخدمها هلا فهي الاف 5 برو اكس من فيل وورد. روابط الفيديو والشراء رح اترك لكم اياها تحت بصندوق الوصف للمهتمين. وهذا كان كل شيء لفيديو اليوم. وانتم شو رايكم باستخدام المونيتورز؟ تعتقدوا انه رح يفيدكم بشغلكم ولا لا؟ شاركوني رايكم تحت بقسم التعليقات. كنت معكم انا فادي من استوديو فيجن، بشوفكم بفيديو جديد. سلام.